متخيله انهم مسمينهم ايه؟ المعاقين. ده اسم فقط، المعاقين. تخش المكان تلاقي ده مسؤول مدير المعاقين، مسؤول مش عارف مين، ده اساسا الاسم بيقفلك وانت داخل. انا بتكلم بصراحه. انا النهارده مش جاي عشان نتكلم على الفن بس، لا، تعالي نتكلم على اكبر من الفن شويه. ان احنا تعالي نشوف من فوق. يعني ايه من فوق؟ تعالي احنا كده في القعده بتاعتنا نطلع باول اسم موحد. نفسي نطلع باسم موحد. وهسالك انت ايه السؤال ده؟ انت تحبي يطلق عليكي ايه؟ قادرون باختلاف، المعاقه، ذات القدرات الخاصه، كي يضايقهم وسكت الناس، عايزه ايه؟ ايه الاسم اللي احنا نندهكم بيه؟ ايه الاسم اللي احنا نصنفكم بيه مع اختلاف التصنيف؟ واسف على كلمه تصنيف، بس لازم احنا خلاص احنا ارتضينا ان احنا اسمنا الاصحاء. طب احنا نرضى بايه؟ ان انت يبقى عندكم اسم تاني، هل عندك اسم؟ والله هقول لحضرتك على حاجه. هو انا عايز ده يا جماعه سؤال عام لكل اللي قاعدين. سؤال عام. استاذ عمرو اتفضل. خليك قاعد استاذ شريف. مساء الخير جميعا اولا، وبشكركم انه هتدوني فرصه اقول لكم كلمتين صغيرين بسرعه. انا واحد من الناس مش عاجبني فكره من اصله بقى ان انتوا تتسموا اصحاء وناس تانية تتسمى اي حاجه تانية. الفكره دي انا مش عايزها وما بحبهاش وضدها، واي حد يدعو اليها فهو بيهبط مش بيحسن. احنا كلنا زي بعض ومختلفين. حضرتك لو في 40 بني ادم في فصل واحد، واحد هيطلع الاول وواحد هيطلع الاخير، وهم كلهم بيشوفوا وبيسمعوا وبيمشوا وبيتكلموا. ممكن يبقى فيهم حد بويل شير، ممكن يبقى فيهم حد لابس سماعه في ودانه، ممكن ومش كلهم بيبقوا مش ده هيطلع الاول وده هيطلع الثاني عشان ده بيسمع وده ما بيشوفش. لا، ففكره ان انتوا، ما اقصدش حضرتك انت، اقصد المجتمع، انه يسمي نفسه اصحاء واي حد عنده اي حاجه مختلفه عن ما هو انتوا بتدعوه انه صحيح، ده غلط.